السلام عليكم. انا النهارده هشرح لك طريقة ازاي تغير الرقم السري بتاع حسابك في البريد المصري. يعني انت عليك حساب في البريد المصري وحد عارف كلمة السر بتاعتك او انت عايز تغيرها لأي سبب. هعلمك النهارده طريقة ازاي تدخلها. هتحط انت الفيزا بتاعتك في المكنة عادي وهتتك على اللغة العربية بتاعتك، وهنا هتدخل كلمة السر العادية بتاعتك خالص اللي هي محطوطة قبل كده اللي انت عايز تغيرها. هتدخلها عادي، وهنا تخش هنا عندك قائمة سحب واستعلام وتحويل وسحب سريع وتغيير الرقم السري اللي هي أول واحدة على الشمال هنتك عليها تغيير الرقم السري. هنا بيقول لك من فضلك أدخل الرقم السري الجديد المكون من 4 أرقام. هنا هتدخل الرقم السري اللي أنت عايز تدخله اللي هو مكون من 4 أرقام اللي هو الجديد. هتكتبه هنا وتتك. هنا هيقول لك إيه؟ من فضلك ادخل الرقم السري الجديد. يعني انت دخلته مرة، هنا عايزك تعيده كمان مرة. هتدخل الرقم السري كمان مرة، وهنا تم. هنا بيحولك على الخانة دي يقول لك تم، عايز تبعت ايصال او لا، فانت تقول له لا، ايه مش عايز ايصال. هنا بقول لك ايه؟ رجاء الانتظار جاري تنفيذ العملية. هنا هي تمت العملية، تم تغيير الرقم السري بنجاح. هنا خروج، هتك على خروج. دي طريقة سهلة وبسيطة جدا ومش متعبة. بص، في دقيقة واحدة هكون غيرت الرقم السري بتاعك. وما تنساش تشترك في القناة بتاعتنا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد. وما تنساش الرقم السري بتاعك محدش يعرفه غيرك، والتلات أرقام اللي هم في الخلف والأرقام اللي على الفيزا اوعى حد يتصل بيك ويقول لك اديني الارقام دي، بتبقى نصبايا نصبانا نصبايا نصبانا نصبايا. محدش يدي الرقم السري بتاعك او ال 14 رقم اللي مكتوبين في وش الفيزا او الثلاث ارقام اللي هم مكتوبين في الاخر، عشان هيسرقوا فلوسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.